حبايبي، حابه النهارده اقدم لكم رغيف حواوشي لذيذ جدا جدا وطريقته سهله واقتصادي ومش متعب، ومكوناته عندكم في البيت. يلا بينا نشوف هنعمل رغيف الحواوشي ازاي. بنجيب نص كيلو لحمه و... وفلفل وبصله كبيره، فلفل 8 كيلو فلفل تقريبا حامي وبارد بالشكل دوت اللي انتوا هتشوفوه اهو. وهنجيب ورق ابيض. طيب نكمل الفلفل اهوت واللحمه والبصل، ماشي. وبعدين نقطعهم بالشكل دوت زي ما احنا شايفين، ونحط التوابل ديت: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه وبابريكا. ونحط سمنه بالشكل دوت، ونحط كل المكونات ديت ونعجنها مع بعض حلو قوي لحد ما تتجانس مع بعضها وتبقى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت. اوكي، طبق السمنه ده هنحط عليه سمنه تاني فما ترموش في الحوض. بس هنعجنها ونجيب شويه ميه العيش اهو، نفتحه بالشكل دوت. نجيب العيش ونجيب طبق فيه شويه ميه، هقول لكم ليه، وسمنه تاني. اوكي، ونجيب ورق ابيض بالشكل دوت، ما يبقاش فيه سطور عشان الحبر غلط، وهقول لكم في الوصف تحت الورق ده بتشتروه منين عشان ده ورق ابيض وصحي، ماشي. بس كده نجيب اللحمه ونقوم حاطينها في الرغيف ونفردها بالشكل دوت، نبططها حلوه قوي 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 بحيث ان هي نخلي اللحمه تبقى على الحروف واصله، ماشي. ونقوم قافلين الرغيف ونبطط كده، ونسقي سمنة على وش الرغيف، ونقوم نجيب الورق الابيض بتاعنا. اوكي، ونقلب الوش اللي احنا عملنا فيه السمنة دوت على الورقة بالشكل دوت عشان ايدي ما تتبهدلش سمنة، ونكمل مع بعض اهوت. نقوم جايبين الورقة التانية، لو انت عندك ورق كبير بالمساحة الحلوة دي هاتي، ما عندكيش ورقتين مع بعض زي ما انا عاملة كده، يفضل ورقة كبيرة طبعا. اقوم حاطة الورقتين كده بالشكل دوت، انا موضحه لكم اهو في الصورة. احط الرغيف في النص بحيث ان انا اعرف اطبق الورق حلو واغطي الرغيف بالورقة حلو اهوت بالشكل دوت، ماشي. طبقي من كل ناحية كده وسطان الرغيف قصدي، قومي حاطة سمنة على الوش التاني. اوكي، اهتموا بالحروف قوي عشان تبقى مقرمشة وجميلة وانتوا بتاكلوها. اوكي، سهل لحد كده، مفيش اي صعوبة اهوت كده. وبعدين نقوم مطبقين ونبله بالمية بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دوت، ونحطه في الفرن. وطبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كده علشان كل حاجة حلوة انا بعملها توصل لكم، يا رب تعجبكم يعني. اهو بالشكل دوت نبل اهوت بالمية علشان طبعا هنحطه في الفرن ما ينشفش مننا، ماشي، ويستوي رغيف الحواوشي بالشكل دوت. هنحطه في الفرن على الوش 10 دقايق، يعني 10 دقايق في وش والوش التاني اقوم قلبه، واسيبه 10 دقايق على الوش التاني بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هيطلع شكله جميل ورغيف حواوشي جميل ومحمص وصحة وعافية.